عمرك شفت شخص طيب جدا في حاله وما بيأذيش حد، وفجأة تسمع ان حصل له حادثة بشعة، اتسجن ظلم، خسر كل حاجة في لحظة، والناس كلها تقعد تقول يا عيني ده غلبان، ده ما يستاهلش، ده حتى ملوش في المشاكل؟ الحقيقة الصادمة اللي انت محتاج تفهمها كويس هي ان الواقع ما بيتعاملش معاك بالنيات الطيبة بس. الواقع بيتعامل بالترددات وبالسيادة. الشخص اللي احنا بنسميه غلبان هو في لغة الطاقة شخص مستباح او جهازه ما عندوش جدار حماية. فين الخلل اللي بيقع فيه الشخص الطيب ده وبيخليه يستقبل مصايب كبيرة بالشكل ده؟ كذا حاجة في الحقيقة. أول حاجة إن هو بيكون مبرمج برمجة الضحية، الضحية المستترة. يعني كتير من الطيبين بيعيشوا دور الضحية وهم مش حاسين، بيستمدوا قيمتهم من شفقة الناس ليهم أو من إن هم مظلومين. الجهاز البشري هنا بيبعت إشارات أنا مظلوم، فالكون هنا أو الواقع بيرد عليه بإن هو يبعت له ظالم فورا عشان يحقق له الحالة اللي هو بعتها. تاني حاجة غياب السيادة والحدود بتاعته. الشخص اللي هو الغلبان ده او اللي بنقول عليه غلبان هو غالبا ما بيعرفش يقول لا، ما بيعرفش يحمي مساحته الطاقية. لما بتسيب حدودك مفتوحة لكل من هب ودب انت بتسمح لأي فيروس طاقي او حدث سلبي ان هو يدخل يشفر حياتك. المصيبة هنا ان ده مش عقاب، هي نتيجة طبيعية لغياب السيادة. تالت حاجة تردد الخوف. الخوف ده اللي هو متخفي في صورة أدب. يعني كتير من الناس الطيبين دول بتكون مثلا بيعمل كده نتيجة عن خوف مش عن قوة. الخوف من المواجهة، الخوف من زعل الناس. الخوف هو أقوى مغناطيس للمصايب. انت بتجذب اللي انت خايف منه مش اللي انت بتتمناه. رابع حاجة تجاهل الرسائل اللي بتجيله، وهي بتبدأ برسائل صغيرة. الحوادث الكبيرة ما بتجيش فجأة، لا ده انت بيجيلك إشارات